السلام عليكم. قبل لا تسمعون هالقصة أقرأوا آية الكرسي مرة واحدة، لأن هالقصة مو بس عن الموت، عن الانتظار بعد. كانت ليلة 31 ديسمبر والمكان شارع بوربن في نيو أورلينز. المدينة كلها مليانة أنوار، موسيقى، ضحك وألعاب نارية. الكل يبغى يودع سنة ويبدأ سنة جديدة. وسط الزحمة كان في شاب وشابة، إيثان وإيميلي، ماشيين يدهم بيد بعض. إيميلي تضحك وتقول هالسنة بنبدأ كل شيء من جديد. إيثان ابتسم وما كان يدري إن هذه آخر ابتسامة في حياته. وسط نفس الزحمة كان في شخص ثاني، لا فرحان ولا يحتفل، عيونه تعبانة ووجهه فاضي كأنه ينتظر شيء. بدأ العد التنازلي. 10 9 8. إيميلي شدت على يد إيثان بقوة. 3 2 1. سنة جديدة سعيدة. انفجرت الألعاب النارية والناس بدأت تصرخ من الفرح. وفجأة وسط كل هالصوت طلع صوت مرعب. بالبداية حسبوه لعبة نارية، بعدين سمعوا صراخ وناس طاحت على الأرض. سيارة بيكب كانت مندفعة بدون سيطرة باتجاه الزحمة. صارت فوضى. إيميلي صرخت اهرب، بس الهروب كان مستحيل. إيثان دفع إيميلي بقوة على جنب، وفي اللحظة اللي بعدها طاحوا على الأرض، عيونه مفتوحة وجسمه ساكن. إيميلي أمت نفسها عنده وإيدينها غرقانة دم، ووقتها شافت نفس الشخص اللي كان قبل شوي واقف بهدوء وسط الزحمة. نزل من السيارة وطالع فيها، ما في عيونه ندم بس فراغ، وبعدها اختفى في الظلام. في هالليلة مات ناس كثير وعشرات انجرحوا. مدينة كانت تحتفل غرقت في صمت. التحقيقات قالت إن الهجوم كان مخطط له. إيميلي عاشت بس حياتها انتهت في نفس الليلة في نفس المكان عند الساعة 12. وإلى اليوم إذا جاء راس السنة الناس في شارع بوربن يضحكون، لكن في ناس إذا سمعوا صوت الألعاب النارية يسكرون آذانهم، لأن في ليالي ما تنتهي مع التقويم، في ليالي تظل عايشة داخل الناس للأبد.